السلام عليكم. طبعا كلنا عارفين ان المصطلحات الانجليزيه بيبقى ليها ترجمه حرفيه وبيبقى مقصود بيها معنى تاني. تعال نشوف الايديوم ده كده مع بعض. لو جينا قلنا zip your lip، zip your lip، zip يعني سوسته، ولب طبعا شفاه، وهنقول zip your lip معناها be quiet يعني اسكت. طيب او اهدى. طيب ممكن اجيبها في جمله كده نتعرف عليها في جمله مع بعض. لو لقيت واحد صاحبك كده من الناس اللي بتحب تدخل في حاجات كتيره وعايز تقول له اسكت، فهتقول له zip your lip and don't interfere. zip your lip and don't interfere يعني ما تتدخلش. تعالوا نتعلم مع بعض مصطلح تاني من المصطلحات الإنجليزية نترجمه ترجمة حرفية وبعدين نعرف المقصود بيه إيه. down in the dump. down in the dump. down in the dump معناها down أسفل، in the dump dump معناها نفايات أو قمامة. لما أقول على حد down in the dump معناها very sad يعني زعلان جدا، or depressed يعني مكتئب. ناخد example كده مع بعض عشان نفهم أكتر. لو جيت قلت Peter is down in the dump. Peter is down in the dump because his father is sick. يعني بيتر زعلان أو مكتئب علشان باباه تعبان.